المعمول الملكي الفاخر بالطحين والزبدة، مغلف بالشوكولاتة والفستق الحلبي. الكل طلب مني وصفتها، وهاي وصفتها هدية مني إلكو. اللي بيميزها عن باقي الوصفات هشاشتها وبنفس الوقت لذاذتها لأنها معمولة بالزبدة. نحتاج 4 أكواب من الطحين، كوب من السكر المطحون، بيضتين بس ممكن نكتفي ببيضة واحدة، 3 ملاعق حليب باودر، معلقتين من الفانيلا مع شوية مستكة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. المطيبات اللي بتحبوا تستخدموها للتمر، أنا استخدمت القرفة والقرنفل. 380 غرام من الزبدة، وإذا قررتوا تستبدلوا الزبدة بالسمنة بتزيدوا كوب من الطحين، وهاي الوصفة بالذات بناسبها الزبدة مش السمنة. بخلط كل المكونات الجافة مع بعض، بضيف الزبدة بالتدريج وببصه بالطحين. وأنا هاي كانت أول مرة بستخدم السمن وآخر مرة تأكدت إنه الزبدة أنسب من السمنة. بضيف بيضة واحدة وببلش أعجن. إذا حسيت إنه قوام العجينة جاف بضيف البيضة الثانية. بظل أعجن حتى أوصل للمرحلة هاي إنه العجينة ما تلتصق بأطراف الإناء، وهيك عجينتنا صارت جاهزة. بضيف المطيبات للتمر وبعجنها بإيدي. المفروض يكون نوع التمر طري ما يكون صلب، وبرأيي ما تضيفوله زيت أو أي إشي طري لأنه راح يسيح وينزل على العجينة ويخرب قوامها. وعلى الميزان عملت كرات متساوية من العجينة والتمر عشان تحصلوا على حبات متساوية ومتشابهة بالحجم، زي ما انتوا شايفين أمامكم طريقة تشكيل حبات المعمول. اليوم عبد الحي مشرفنا والوصفة بالأساس وصفته. بالمرحلة هاي يفضل أن ندخل الكرات بالثلاجة شغلة ربع ساعة فقط، بساعدنا على تختيمها مشان ما تلزق بالقالب. منغبر الكرات بالطحين شيء بسيط، وكمان كل شوي منغبر القالب بالطحين. أنا راح أستخدم مكبس مش قالب، انتوا اللي بريحكوا اشتغلوا فيه، وأكيد حجم الحبات يكون مناسب لحجم القالب. إذا استخدمتوا المكبس بتكبسوا الحبة على نفس الصينية اللي بدكم تخبزوا فيها عشان ما تظل تحركوا فيها ويتغير شكلها. وهي ما شاء الله طلعات تحفة من قبل ما نشويهن، والصينية ما بدهنها ولا إشي. بسخن الفرن كويس قبل ما أدخل عليه المعمول، بحمرها من 10 إلى 15 دقيقة، وبظل مراقبها ودرجة التحمير بترجع إلكو بتحبوها مشوية كويس ولا لا. في ناس ما بتحمرها بتعملها شقرة يا دوبها مشوية، أنا بحبها محمرة على الأخير. وهيك ما شاء الله وصفتنا بتكون جهزت، والطعم انسوا ما بنوصف. وبظل عندكم الاختيار انكم تغطسوا حبات المعمول بالشوكولاتة والمكسرات أو الشوكولاتة لحالها. وبالنسبة إلي مزيج الشوكولاتة مع التمر مزيج فاخر. خبرونا بالتعليقات بتفضلوا معمول السميد أو الطحين، وشو عندكم ملاحظات لصنع المعمول ارموا هالتعليق خلي الكل يستفيد. راح أحط لكم رابط حسابي بالإنستغرام عشان تتابعونا. تفاعلكم مع فيديوهاتنا بشكل دعم كبير إلنا. التفاعل بتضمن الإعجاب بالمنشور والتعليق ومشاركة الصفحة مع الأصدقاء، ولا تعملوهن إلا إذا عجبكم محتوانا. بدي تخبرونا شو ضيافتكم بالعيد، بتعتمدوا على المعمول كضيافة أو بتتعاملوا مع أنواع أخرى للضيافة؟ وأكيد عارفين إنه جات الضيافة الرائع هذا من محلات ست البيت الشجرة شارع المدارس. وبس باي باي سيو.